السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله. اليوم إن شاء الله غنشوفوا الدرس الثالث من تعليم الرنده التونسية. يعني غنديروها على شكل نصف طوق باش نشوفوا الطريقة ديالها، كيفاش كنبداوها في نصف طوق، كيفاش أننا كنبنيو هاد الارتفاعات، وكيفاش أننا كنزيدوا فيهم الغرز باش كنتحصلوا على هاد الفي ديالنا، ثم كيفاش أننا كنطلعوا مع الخدمة مع الجوانب تو، وكيفاش أننا كنديروا في الارتفاعات، لأن الطريقة ديال الفتح نصف طوق كتختلف على الطريقة ملي كنكونوا طالعين في الخدمة. نتمنى أن الدرس يعجبكم ونبداو على بركة الله. بسم الله على بركة الله. نبداو التطبيق ديالنا. انا عندي هنا جوج غرزات يعني في الهبطه. غناخذ اول غرزه من الثوب، ثم الغرزه الثانيه. هنا كندير غرزه زياده بين هاد جوج الغرز، كتكون لينا واحد الغريزه هنايا، كنرجعوا فيها ثاني، ثم كتكون لينا غرزه في الراس. مباشره كنجيو للثوب، كناخذ الغرزه الثانيه، كنديروا فيها غرزه زياده، وكنعاود نضرب في هذه الغرزه الاولى. هنا كتكون عندنا هذا الضلع فيه غرزتين، الغرزه الاولى والغرزه الثانيه. مباشره هنايا كنجي كنفوت هذه الغرزه وكنخدم في الغرزه الثانيه. كيتكون عندي هذا الخيط المائل، كنجي كنضرب في الثوب نتوما البنات، وكندير غرزه الزياده هي الاولى، عاد كنشد في هذا الخيط بغرزه، وكنعاود نضرب في غرزه الزياده اللي تكونت عندي الفوق. كنجي كنخدم غرزه في الثوب، ثم كندير فيها غرزه الزياده، وكنخدم هذه الغرزه السابقه هي جوج غرزات. الخيط ديال المربع كنخدم عليه جوج غرزات، وكنخدم هاد جوج غرز الاولين. اذا هذه كتكون بدايه نصف طوق في الرنده التونسيه او الرنده ديال الشبكه. تفهمنا البنات؟ ثم كناخذ من الثوب. لاحظوا البنات، دائما كنبنيو هذا الضلع الاول، دائما كنبنيوه. كنجي كندير غرزه زياده، ثم كنعاود نرجع فيها، كندير الغرزه الثانيه في الثوب، وكندير غرزه زياده، ونضرب في هذه الغرزه الاولى هي جوج غرزات، باش كنكون هذا الضلع فيه جوج ديال الغرز، هذه الاولى وهذه اللي في الراس هي الثانيه. هنا كنجي كنفوت هذه الغرزه ونخدم في هذه الغرزه. لاحظوا كنرجع في الخيط. لاحظوا باننا هنايا ما رجعناش في الخيط فاش درنا هنايا حتى درنا غرزه زياده، لكن الا كانوا عندنا مربعات كثار، يعني مربعات متتاليه، كنضربوا المربع، كنفوتوا غرزه ونضربوا الخيط ونجمعوا الخيط، وكنفوت غرزه وكنضرب في غرزه وكنضرب في الخيط، كنفوت غرزه وكنضرب غرزه. هانتوما البنات، بالنسبه لهذا المربع اللي في جانب الثوب عنده طريقته ديال الخدمه اللي شفنا في الدروس السابقه. يعني انا كنضرب في الثوب اول غرزه، وكندير غرزه الزياده، عاد كنسترجع الخيط، كنعاود نضرب في هذه الغرزه الزياده اللي عندي. كنجي باش نسترجع هاد جوج غرز اللي ضربنا في هذا الضلع، خصنا حتى هنا نديرو جوج غرز. هذه كانت الغرزه الاولى وهذه الغرزه الثانيه. كندير غرزه الزياده وكنضرب في هذه الغرزه اللي عندي. دائما المربع جوج غرزات على كل خيط. هذا المربع الاخير، وكنضرب هاد جوج غرز اللي عندي في الجانب. فهمنا البنات؟ بالنسبه للدرس الاول فاننا شفنا كيفاش كنبنيو هاد المربعات في الهبطه. يعني عندنا الجانب الثوب والجانب الثوب، كنضربوا جوج دقات في الثوب، عاد كنبداو المربع، وكاينه الطريقه ديال اخر مربع في الثوب. ثم درنا الدرس الثاني اللي خدمنا فيه الرنده سامبل والرنده مربعات، يعني كيفاش نخدموا الرنده سامبل وكيفاش ننتقلوا الى بغينا نخدموا المربع. ثم هذا الدرس الثالث فيه الطريقه كيفاش اننا نبداو نصف طوق على شكله الرنده التونسيه او رنده الشبكه. الى ضبطوا هاد الامور البنات غتكون عندكم الرنده التونسيه غتجيكم ان شاء الله سهله وتخدموا فيها جميع الزواقات. كنستمروا كنخدموا غرزه الزياده بعد ما خدمنا في الثوب، غرزه الزياده كنرجعوا فيها، وكنعاود ناخذ من الثوب كندير غرزه الزياده والغرزه الاولى،
بمجرد ما كنبني هذا الضلع كنبدا كنفتح المربعات، كنفوت الغرزه الاولى وكنخدم في الثانيه وكنجمع الخيط. هانتوما البنات كنجمع الخيط الا كنت غادي نخدم مربع من وراه كنفوت غرزه، يعني هاد جوج غرز اللي ضربنا على الخيط بيناتهم كاينه غرزه كنفوتها وكنخدم هاد الغرزه اللي على العمود. دائما تفكروا البنات الغرزه على العمود هي تتكون الغرزه الثانيه. مادام انني باقي بنفتح مربعات اذا غنجمع الخيط، كنفوت غرزه ونخدم غرزه ونجمع الخيط. غرزه تتكون عندي فوق غرزه، كنجبد مزيان باش كيتكون عندي هذا الخيط، ثم كنعاود نفتح مربع اخر وكنضرب على الخيط. هنا حيت كنجيو لهذا المربع الاخير تتكون عنده طريقه ديالو في الخدمه، كنفوت غرزه وكنخدم غرزه، يعني كنتحصل على هذاك الخيط المائل، عاد كنجي كندير غرزه ديالي في الثوب وكنخدم غرزه زياده فيها، عاد كنجمع الخيط البنات، كنجمع الخيط. ولكن البنات هانتوما جروه لهاد الجهه، هنا كنخدم في هذه الغرزه ديال الزياده. علاش؟ باش نكون هذه الغرزه الا كنت راجعه، ثم كنخدم في الثوب كندير غرزه زياده باش كتكون عندي هي الغرزه الاولى وهاد الغرزه هي الثانيه، وكنسترجع الغرز ديالي على الخيوط، يعني كل مربع فيه جوج غرزات، يعني ان هذا الضلع اللي كونا هنا راه عاودنا كوناه حتى هنايا. هنا على هذا الشكل كنبقاو مستمرين في غرز الزياده وحنا كنفتحوا نصف الطوق ديالنا حتى كنتحصلوا على عدد المربعات اللي حنا بغينا. نتمنى البنات ان الطريقه تكون واضحه. هنا كنخدموا جوج غرز الاخيرين لان على هذاك الضلع. نتوما البنات الا يعني رجعتوا للدروس الاولين في الرنده التونسيه، تعليم الرنده التونسيه اللي هذا الدرس الثالث، يعني تفرجتوا فيهم بثلاثه او درتوا لهم التطبيقات ديالهم، فالرنده التونسيه ما باقيش غادي تشكل عندكم اي عائق، يعني تشوفوا الزواقه وتخدموها. ان شاء الله نخدم معكم بعض الزواقات منها غادي تفهموا مزيان الطريقه ان شاء الله. هذه غرزه الزياده كنهضر معكم وراني ضربت في الثوب ودرت غرزه زياده وهاني رجعت فيها باش نكون الضلع ديالي، وكنعاود نضرب في الثوب كندير غرزه الزياده وكنضرب في هذه الغريزه. مادام انا مازال فاتحه نصف طوق فدائما غرزه الزياده ما ننساهاش. هنا كنفوت غرزه كنخدم غرزه كنضرب على الخيط لانني انا عندي مربع غنخدمه في الجهه الاخرى، كنفوت غرزه وكنخدم هذه الغرزه اللي على العمود وكنخدم على الخيط. هذا المربع الثاني كنفوت غرزه وكنخدم غرزه ونضرب على الخيط باش نفتح المربع الثالث، كنفوت غرزه كنخدم غرزه ونخدم على الخيط باش نخدم المربع الرابع، كنفوت غرزه ونخدم غرزه وكنستمر. هذا هو المربع الخامس، كنفوت غرزه وكنخدم غرزه. المربع السادس كنخدم على الخيط، وهنا الطريقه كتختلف، كنفوت غرزه وكنخدم غرزه كنتحصل على هذا الخيط المائل، من بعد عاد كننتقل للثوب كندير غرزه في الثوب كنخدم عليها غرزه الزياده، عاد كناخذ الخيط. دائما كنجرو لهاد الجهه وكنرجع في هذيك الغرزه الاولى ديال الزياده باش تكون عندي هاد الغرزه. من بعد انا ما غنضربش دروكا سالا ليا الخيط البنات، ما نضربش الغرزه الثانيه حتى نجيب الخيط الثاني. هذا غندخلو هكا، هنا كنثبت الخيط ديالي هو الاول وكنضرب غرزه الزياده، كنضرب هذه الغرزه ثم استرجاع جميع الغرز غرزتين على الخيط، يعني في كل مربع، وكنبقاو مستمرين فتح نصف ثقب حتى كنوصلوا عدد الغرز اللي بغينا. اذا باش الفيديو ما يطولش انا غادي نستمر فتح نصف ثقب، يعني غنزيد جوج صفوف او ثلاثه ديال المربعات على نفس الطريقه باش فتحنا المربعات السابقه، باش نشوفوا معكم الطريقه كيفاش اننا غادي نطلعوا مع جوانب نصف ثقب. كنضرب هاد جوج غرزات ما ننساهمش، ثم كتبداو من جديد
كتبنيو الضلع الاول، عاد كتمشيو في المربعات وكتبنيو الضلع الثاني، وحنا كنسدو هاد المربع الاخير. هانتوما البنات الطريقه كيفاش جات. يعني انا غنستمر شويه، جوج الصفوف او ثلاثه، ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه. هنا البنات اكتفيت بهذا العدد. تيكون عندنا اعداد فرديه بالنسبه لهاد المربعات. تنبداو بواحد، 3، 5، 7، 9، 11، 13. يعني هنا 15، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. نتوما الا كنتو غتزيدوا زيدوا صافي. انا حيت هذا غير تطبيق، يعني غير تطبيق عادي، ماشي جلابه خدامها. صافي اكتفيت بهذا. بالنسبه للغرز البنات، زيروا الغرزه ملي تكونوا راجعين في المربعات. تيكون عندنا هنايا يعني نفس، كيف غنقول لكم، نفس العدد ديال الغرز، وتيكون قد لاننا حنا ملي كناخذوا في الضلع جوج غرزات راه كنجيو هنا وكنعاودوا نسترجعوهم. كنضربوا الغرزه الاولى في غرزه الزياده وكنجروا الخيط، والغرزه الثانيه كنديروا غرزه الزياده وكنخدموا غرزه، ومنها كنسترجعوا جميع غرز الخيوط اللي عندنا حتى كيتكون عندنا المربعات. هانتوما البنات الخدمه راه هي مزيره، يعني باش تجيكم واقفه، ما تجيكمش الخدمه مرخوفه. قد ما زيرتو كيجيكم المربع واقف وكتجيكم الخدمه متقونه. انا دروكا غنقلب الثوب، غنصاوب يعني نصف طوق، وغادي نبلو مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا الطريقه باش غادي نطلعوا. البنات انا صوب نصف طوق ديالي، كنجيبوا هذا الخيط يعني داك باش خدامين. الا نتوما تسالى لكم عاودوا جيبوا خيط اخر. دروكا الفرق بين الخدمه اللي كنا كنخدموا دروك قبيله ودروكا هو غرزه الزياده انها ما غاديش تبقى. لاحظوا البنات، غنضربوا في الثوب. هانتوما غنجيو غنخدموا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، وغادي نرجعوا فيهم. كنضرب الغرزه الثانيه. دائما المربع راه كنخدموه على جوج غرزات، كنبنيوه على جوج غرزات. يعني هذه الخدمه اللي كنخدموا حنا في هاد جوج غرز هو الارتفاع ديال المربع. هانتوما اذا لاحظتوا بان هنايا عندي جوج غرزات وهنا في الخيط جوج غرزات، وغنخدم هنا جوج غرزات وهنا جوج غرزات، يعني ان المربع مبني على جوج الغرز. ضروري ما نخدم ونرجع ونخدم ونرجع باش نكون هذا الارتفاع، ومنه مباشره كنبدا نكون في المربعات ديالي. هنا راه كيجينا مربع فوق مربع، يعني سطر فوق سطر، ماشي بحال هنايا كنزيدو. لا، هنا صافي توقفنا على الزياده، يعني كنخدموا نصف الطوق ديالنا كنطلعوا بها هكا كامل. كنبني جميع المربعات على الطريقه المعهوده. دائما غرزه كنفوت غرزه وكناخذ غرزه باش ما تلفوش البنات. دائما الغرزه الثانيه كتجيني فوق هذا العمود، يعني الا لاحظتوا بان الغرزه الثانيه ما جاتكمش فوق العمود يعني ان هناك خطا. كنفوت غرزه وكنخدم غرزه، ثم كنخدم على الخيط، يعني كندير الغرزه الثانيه على الخيط. كنخدموا جميع المربعات بنفس هذه الطريقه حتى كنجيو للمربع الاخير اللي هو غتكون كذلك طريقته مختلفه بحكم اننا ما بقاش عندنا الزياده. حاولوا البنات دائما الخيط تبدلوه في جوانب ديال الثوب، ما تحاولوش تبدلوه داخل المربعات باش ما يجيكمش مربعات غليظه ومربعات رقيقه. يعني انا الخيط قريب يتسالى ليا، ولكن غادي نحاول انني نوصلو لجانب الثوب وندخلو تما باش نخدم عليه، باش كيبقاو المربعات ديالنا مفينين وعندهم نفس العبار. هذا المربع ما قبل الاخير. الا البنات بالنسبه لهذا هذا غادي، هذا المربع اللي قبل هاد جوج غرزات ما غاديش نرجع في الخيط. لاحظوا البنات غادي نعاود نخدم هاد جوج غرزات كيف درنا في هذا المكان، يعني غنخدم هاد جوج غرزات كنضرب الغرزه الاولى في الثوب، لانني هنا ضربت جوج غرزات، حتى هنا غنضرب جوج غرزات. هانتوما البنات الغرزه الاولى غادي نرجع في هاد جوج غرزات، ثم كنجر الخيط لانني ما خدمتش عليه الغرزه ديال الخيط، يعني كنكون المربع ديالي كنعاود نرجع فيهم باش نضرب الغرزه الثانيه. نضرب في هاد جوج غرز ونرجع نسترجع جميع الغرز اللي على الخيوط. انا غنركب الخيط ديالي ونرجع معكم. هانتوما البنات كنضرب الغرزه الثانيه في الثوب
اول ما كنضرب هاد جوج غرزات اللي عندنا في الجوانب، ثم كنسترجع جميع الغرز. الا كنتو بتعرفوا العدد ديال الغرز اللي عندنا في هاد نصف الثوق، فعندنا 15 مربع ب 30 غرزه، وعندي جوج هنا وجوج هنا، هي 34 غرزه. يعني كيجي نصف الثوق راقي وجميل جدا. يعني البنات الا شفتوا هاد الدروس ديال تعليم الرندات التونسيه غادي نجمعهم لكم في بلاي ليست واحده باش تعودوا دائما ترجعوا ليهم. يعني الا تفرجتوا فيهم او الا خدمتوا جميع الموديلات، ان شاء الله الرنده التونسيه راه ما غاديش يبقى عندكم فيها اشكال. اي زواقه شفتوها ديال الرنده التونسيه او الرنده فيلي راه غادي تخدموهم ان شاء الله. انا ما غاديش نكتفي بهذا القدر، غادي ندير معكم زواقات، يعني زواقات ديال الكمام، زواقات ديال نصف الثوق. وكيف وعدتكم غادي نخدموا نصف الثوق بالرنده ديال الاخت خديجه طوبراندا، ديال هذيك الجلابه الزرقاء اللي عندنا في الفيديو السابق في الصوره المصغره. هنا البنات وصلت اخر مربع، لاحظوا اش غندير، غنرجع ثاني نضرب هاد جوج غرزات وكنجي كنعاود نبني الارتفاع ديالي بجوج غرزات. هذه هي الغرزه الاولى، كنضرب جوج غرزات فيها هادو ديال الجوانب، كنعاود نرجع فيهم وكنضرب الغرزه الثانيه. حاولوا ان الغرز يكونوا قد يعني يكونوا قد غاديين في الثوب. كنعاود نضرب هاد جوج غرزات. هنا راه تيتكون عندنا الارتفاع ديالنا باش نبداو في الخدمه ديال المربعات. دائما كنفوت غرزه، كناخذ الغرزه اللي على العمود وكنضرب على الخيط الغرزه الثانيه. غنستمر انا حتى نرجعوا هنايا. الا لاحظتوا البنات كيف قلت لكم بان المربع ديالنا دائما كنبنيوه على جوج غرزات، كنضربوا هنا جوج غرزات على هذا الخيط، ملي كنجيو هنا راه كنضربوا الغرزه الاولى والثانيه، وهنا راه كنضربوا الغرزه الاولى والثانيه بحال بهذا الشكل. يعني هذه الغرزه الاولى وهذه الثانيه فوقها، وملي كنكونوا راجعين كنعاودوا نضربوا جوج غرزات على الخيط باش كيجينا المربع ديالنا يعني صحيح. انا غنحاول نخدم معكم هذا المربع الاخير لان قبيله كانت سالا الخيط وما شفتوش مزيان. بعد ما تحصلنا على الخط المائل غادي نضربوا هاد جوج غرزات ديال الجوانب. دائما البنات ديروا جوج غرزات او غرزه على الاقل في الجوانب باش الشبكه تكون شاده في الصح، ما تكونش ديريكت في الثوب. كنرجع في هاد جوج غرزات، عاد كنشد في الخيط ديال المربع الاخير على هذا الشكل، ثم كنعاود نرجع في الغرزات وكناخذ الغرزه الثانيه من الثوب. ودائما البنات كنقول لكم الغرز ديال الثوب يكونوا نفس القياس باش نطلع معكم الخدمه انيقه. هنا راه كنضرب ثاني جوج غرزات، كنسترجع باقي الغرز اللي على المربعات، كل مربع بجوج غرز على الخيط. هانتوما البنات الخدمه ديالنا كيفاش كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم تعتمدوها في نصف الثوق ديالكم، في جلباتكم، في قفيطناتكم، كتجي رائعه. وما تنساوش دعم القناه كذلك والفيديو بلايك وبارطاجيو وديروا اشتراك باش توصلوا بجميع الموديلات ان شاء الله ديال الرنده التونسيه. انا غنخدم واحد شويه نوريكم الخدمه كيفاش جات. هنا البنات استمريت شويه باش تشوفوا الطلعه ديال نصف الثوق كيفاش كتجي، شكل رائع جدا. نتمنى انكم تعتمدوه. وهنا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.